تخيل معايا راجل كل اللي حواليه شايفينه كومبارس في فيلم كبير، وفجأة يبقى هو البطل. الراجل اللي الناس افتكرته هيقعد كام شهر ويمشي، حكم مصر 11 سنة. الراجل اللي رجع كرامة مصر في الحرب وهو نفسه اتقتل بسبب قرار واحد بس. ايه اللي حصل خلاه يتحول من بطل لعدو عند ناس كتير؟ السادات. السادات مش مجرد رئيس، ده قصة مليانة مفاجآت من أول حياته لحد نهايته الصادمة. بس ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ الحكاية. السادات اتولد سنة 1918 في قرية ميتا بالكوم من أب مصري وأم سودانية، وده خلى شخصيته من البداية فيها تنوع واختلاف. كان طفل بسيط بس كان عنده خيال كبير جدا، وبيحب الحكايات عن الأبطال. يعني من وهو صغير كان نفسه يبقى بطل الفيلم، مش حد من الكومبارس. دخل الكلية الحربية، ومن هنا بدأت علاقته بالسياسة، مش من باب الكلام، من باب الفعل. واللي جاي كان أخطر. في فترة الاحتلال الإنجليزي السادات دخل في حركات مقاومة سرية، واتسجن مش مرة، أكتر من مرة، واتهموه إن كان بيتواصل مع الألمان ضد الإنجليز في الحرب العالمية التانية. الموضوع كان تقيل شوية، بس الأهم إنه هرب من السجن فعلا. يعني مش بس بيحلم يبقى بطل، ده كان بيجرب الدور عملي. بعد كده انضم لتنظيم الضباط الأحرار مع جمال عبد الناصر، وشارك في ثورة 1952. بس الغريب إن السادات فضل سنين طويلة في الصف التاني، يعني موجود بس مش في الصورة القوية، لحد ما جت سنة 1970 وفاة جمال عبد الناصر. وهنا قد قصة التحول الخطير جدا. بعد وفاة جمال عبد الناصر مصر كانت حرفيا في حالة صدمة، وفجأة اسم السادات يطلع رئيس. السادات ما كانش الاسم المتوقع أن يمسك الحكم بعد جمال عبد الناصر. ناس كتير وقتها كانت فاكرة أنه راجل مرحلة مؤقتة، يعني هيعدي المرحلة وخلاص. بمعنى أصح اختاروا الراجل على أساس أنه مش هيعمل مشاكل، لكن اللي حصل كان العكس تماما. علشان هم ما كانوش يعرفوا انهم اختاروا اكتر واحد هيقلب الترابيزة، وواضح انهم استعجلوا في الحكم. بدأ ياخد قرارات جريئة وقدر يعمل حاجة محدش كان متخيلها. السادات بص حواليه، لقى ناس تقيلة جدا في الحكم، وكل واحد شايف نفسه الأحق. فقال لهم بشكل غير مباشر: طب استنوا بقى نبتدي من الأول. وقام عامل حاجة اسمها ثورة التصحيح سنة 1971، وشال ناس كبار جدا من مناصبهم. يعني باختصار قال للجميع: أنا مش كومبارس، أنا البطل. والظاهر إنهم ما قروش السيناريو كويس. وبعدين جه القرار اللي محدش كان متوقعه، حرب، ومش أي حرب، حرب ترجع ثقة بلد كاملة في نفسها. سنة 1973 مصر دخلت حرب أكتوبر، والسادات بدأ يجهز للحرب بسرية شديدة. وكانت دي اللحظة اللي رجعت لمصر كرامتها بعد سنين صعبة. واختار توقيت ذكي جدا، اختار يوم 6 أكتوبر في وقت العدو كان فيه أقل استعداد، يعني بالعربي دخل عليهم في وقت الغفلة. والجيش المصري قدر يعبر قناة السويس ويهدم خط بارليف اللي كان بيتقال عليه مستحيل يتكسر. وده كان لحظة رجوع الثقة، مش بس نصر عسكري. وفجأة السادات بقى بطل قومي، الراجل اللي كانوا شايفينه مؤقت بقى صاحب أهم قرار عسكري في وقته. بس الحرب ما كملتش بنفس القوة للنهاية، وكان في تعقيدات وضغط دولي كبير، لكن السادات خرج منها بورقة قوة قدر يتكلم بيها بعد كده. وهنا القصة بدأت تتقلب. السادات بعد الحرب قرر يعمل حاجة أغرب، وحصل أخطر قرار في حياته. قرر إنه يروح للسلام مع إسرائيل. السادات قدر يروح بنفسه لإسرائيل سنة 1977. راح بنفسه، مش وفد ولا رسالة، ووقف في الكنيست واتكلم عن السلام، والدنيا اتقلبت. زيارة مفاجأة وكلام محدش كان متوقعه. ناس شافت إن القرار ده كان شجاعة غير عادية، وإنه قرار عبقري وفر دم. وناس شافته تنازل كبير وقالوا: إيه ده، هو إحنا حاربنا ليه أصلا؟ ومن هنا بدأ الانقسام، والسادات بقى شخص عليه جدل حقيقي. وبعدها تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978،
ومعاهدة السلام سنة 1979. وهنا الوضع في البلد بقى متوتر، وكان فيه معارضة وغضب ورفض من فئات كتير، بس هو كسب أرض وخسر حبايب كتير في الطريق، ورجع سينا لمصر بالتدريج. بعد توقيع معاهدة السلام الدنيا ما وقفتش عند الجدل وبس. أنور السادات خد جايزة عالمية كبيرة جدا، جايزة نوبل للسلام سنة 1978 بالاشتراك مع مناحم بيغن. يعني الراجل اللي كان بيقود حرب من كام سنة بياخد جايزة سلام من أكبر جايزة في العالم. وهنا حصل تحول سريع، ناس قالت ده بطل عالمي قدر يوقف نزيف دم سنين، وناس تانية قالت الجايزة دي تمن التنازل. ومن هنا السادات بقى مش شخصية جدلية في مصر، ده بقى جدل على مستوى العالم كله. والغريب إن نفس القرار اللي خد عليه جايزة نوبل كان واحد من الأسباب اللي خلى الناس تشوفه عدو. كمان عمل حاجة اسمها الانفتاح الاقتصادي، فتح البلد ودخل استثمارات كبيرة، بس برضو خلق فرق واضح بين الناس. بقى في ناس عايشة كويس جدا وفي عز، وناس تانية قالت هو في ايه، هو مش احنا في نفس البلد برضو. يعني الموضوع كان في ناس فتحت عليها الدنيا وبقت فوق قوي، وناس تانية اتقفلت عليها الدنيا وكانت تحت قوي. وده في وقتها عمل توتر في البلد ومعارضة وغضب ورفض من فئات كتير. والسادات بدأ يواجه ده بقرارات أقوى، والقرارات دي عملت انقسام كبير، وكان منها اعتقالات لناس كتير في وقت واحد، سياسيين وصحفيين ومعارضين من كل الاتجاهات. وبدل الدنيا ما تهدى ولعها أكتر، وبدل ما يكون رمز موحد بقى شخصية عليها خلاف حاد. في الوقت ده كان في مجموعات جوه الجيش نفسها غضبانة، خصوصا من معاهدة السلام وسياسة الحكم والاعتقالات. يعني الخطر ما كانش بس في الشارع، الخطر كان بيكبر جوه المؤسسة نفسها. لحد ما جت سنة 1981، ولحد ما جه اليوم اللي محدش كان يتخيله، في عرض عسكري وقدام العالم كله واحتفال بالنصر. السادات كان قاعد على المنصة مبسوط بيحيي الجنود، وفجأة عربية عسكرية تقف وجنود ينزلوا، وفي لحظات اتحول الاحتفال لمشهد صادم. تم اغتيال السادات، الراجل اللي كسب الحرب ومات بسبب صراع على السلام. واللي اغتالوه كانوا شايفين نفسهم بينفذوا حكم، واللي شافوا المشهد كانوا مصدومين. السادات ما كانش مجرد رئيس، ده كان شخصية استثنائية، كان قرار، والقرار ده غير تاريخ بلد كاملة. بس السؤال الحقيقي، هل التاريخ أنصفه ولا لسه الجدل مستمر؟ قولوا رأيكم، وهل كان بطل ولا أخد أخطر قرار غلط؟ ولو عايزين نفتح ملفات شخصيات أخطر من كده اكتبولي كملي، وما تنسوش ان دعمكم باللايك والشير بيحمسني ان اجيب لكم حكايات جديدة، والتاريخ لسه بيحكي حكاية من ورا المشربية.